السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. النهارده ان شاء الله هنعمل الرقاق الطري بطريقة سهلة جدا وجميلة بجد، الفلاحي على اصوله. ريحة وطعم خطير وما خدش مننا وقت خالص، وبكمية نص كيلو دقيق عملنا كمية حلوة قوي. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا صالحة خالص لوجهك الكريم، ولا تجعل الناس منا شيء ولا شيطان منها نصيب، وتقبل اللهم منا بقبول حسن. ولو أول مرة تشوفي قناتي تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير لأهلك وأصحابك وحبايبك، وتعليقي جميل بيسعدني. لايك حلو من ايدك الجميلة دي، والكومنت بتاعك الجميل، وشير بقى كتير كتير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن وتعم الفايدة على الكل. يلا بينا نشوف الجمال ده كله اتعمل ازاي. يلا بينا. انا معايا نص كوبايه من الدقيق، ومعايا طبعا كان اللبن اللي كان طالع معايا من السمنه الفلاحي اللي كنت عاملاها معاكم. طبعا يا ريت تشوفي الفيديو، انا عامله سمنه فلاحي ومسيحاها على البارد عشان صحتنا وصحه اولادنا، بجد طريقه حلوه جدا واول مره تشوفيها على اليوتيوب. طبعا الميه اللي طلعت دي كان فيها كتل من السمنه، فطبعا كانت ساقعه لان كانت في التلاجة. فانا هاخد السمنه دي واحطها كده في ايه، في اي حاجه تدفيها عشان السمنه تكون سايحه معانا. انا معايا نص كيلو دقيق، حطيت عليه معلقه من السكر، وحطيت كمان معلقه من البيكنج باودر، معلقه صغيره من البيكنج باودر، وحطيت كمان رشه الملح بتاعتنا او نص معلقه صغيره من الملح بتاعي. طبعا انا هسيح السمنه اللي كانت موجوده معايا على وشها. لو مش موجوده معاكي بقى الخض بتاعك ده او اللبن اللي بيطلع من السمنه الفراخ، هتستخدمي ايه؟ هتستخدمي لبن رايب او الزبادي او لبن حليب، وتستخدمي معاه معلقه كبيره من الزبده او السمنه. لو انتي طبعا مش عايزه تستخدمي زبده او سمنه تقدري تستخدمي ربع كوبايه من الزيت. بس انا طبعا بحب ريحه السمنه فيها كده الفلاحي. بص كان فيها قطع كده ايه من السمنه، عملت حوالي معلقتين من السمنه، كانت جميله جدا. يعني بصي هي اقصى حاجه معاكي ربع كوبايه من السمنه او من الزيت. انا حطيتها كده شويه مع اللبن اللي هو اللي طالع منها يا دوبك تدفى بس عشان السمنه دي تسيح معايا، لان طبعا كانت في التلاجة ومتكتله، فيا دوبك تسيح معايا عشان اقدر اعجن بيها العجينه بتاعتي. وزي ما قلت لك في بدائل تانية، يا اما تحطي اللبن العادي او تحطي زبادي او لبن رايب. ولو ما عندكيش لبن رايب تقدري تستخدمي اللبن الحليب عادي، وتحطي عليه معلقه من الخل بعد ما تدفيه وتسيبيه على جنب شويه، هتلاقيه اتكتل معاكي وبقى عامل زي اللبن الرايب بالظبط. هبتدي اقلب بقى بالاول كده بالمعلقه بتاعتي تقليبه بسيطه، واحط من اللبن بتاعي لحد احتاجي. طبعا اللبن ده كان كتير معايا لان انا مستخدمه نص كيلو بس من الدقيق. وبقيه الكميه بتاعتنا الحلوه دي انا هعمل معاها القرص الفلاحي الجميله الطريه كمان معاكم ان شاء الله. انتظروا الفيديو اللي جاي، احلى قرص فلاحي طريه بجد، بايد بقى بطريقه امهاتنا واجدادنا الجميله، الطريقه الاصليه بجد. هبتدي انزل بقى اللي بالمعلقه وابتدي اعجن بايديا لحد ما تتكون عجينه معايا حلوه كده طريه معايا. انا طبعا مش هحتاج سوائل تقريبا تاني، ولو احتجت هنزل معلقه بمعلقه من اللبن معايا، لان طبعا انتوا عارفين كل نوع دقيق بيكتسب ازاي، متغير في نوع السوائل بيكتسبها ازاي. يعني انا ما اقدرش اقولك النص كيلو دقيق ده مثلا خد معايا كوبايه من اللبن او كوبايتين، لان كل نوع دقيق بيختلف في اكتساب السوائل بتاعتي. هبتدي اقلب على بايديا كده الاول، حاسه ان هو محتاج لبن، فحطيت معلقه من اللبن كده في ايديا وابتدي اعجن. حاسه ان هو كده اللبن كده خلاص كفايه، هبتدي انزل على الرخامه بتاعتي واعجنها. هنزل بقى خلاص اللبن ده هشيله للقرص بتاعتي، وابتدي اعجن بايديا واحده واحده كده معايا. زي ما قلت لكم نص كيلو دقيق، حطيت عليه معلقه من السكر، قطعه معلقه صغيره من البيكنج باودر، ورشه الملح بتاعتي، وربع كوبايه من السمنه او الزيت. لو انت مش عندك سمنه تقدري تستخدمي زيت. وطبعا معاكي من ربع كوبايه لتلت كوبايه على حسب ما انت بتستخدمي، بس اقصى حاجه تلت كوبايه من الدسم بتاعك. طبعا طول ما انت بتعجني وتيجي تشيلي تلاقيها بتتقطع معاكي كده، تبقى لسه محتاجه عجن كمان، لان احنا محتاجين العرق بتاع الدقيق بتاعنا يكون كويس معانا عشان تتفرد معانا بكل سهوله. بعد ما تعجني تمسكيها تشديها لقيتيها بتتقطع معاكي، تبقى ايه مش حلوه معانا كده. بتبصوا ان هي بتتقطع معايا ومش ناعمه، يبقى لسه عايزه كمان. طفيت الكاميرا بقى واشتغلت بده، شايفين بتشد معايا ازاي زي اللي باينه ازاي؟ لا كده يبقى عرفت ان العجينه بتاعتي خلاص اتخدمت كويس وكده معايا موجوده كويس. لميت طبعا اللي كان مقصر الطبق قبل ما اعجن وحطيتها، وابتدي اغطيها واحطها في مكان تستريح نص ساعه عشان تبقى سهله معايا في التشكيل. هي ما فيهاش خميره، بس طبعا محتاجه تتريح عشان تتفرد معاكي بسهوله. لو حسيتي عشان ايه لما تيجي تفردي ما تشدش معاكي تاني، ما تاخدش وتدي معاكي، لما تتفرد تتفرد بسهوله.
قطعي بقى قطع الرقاق بتاعتك على حسب الحجم اللي انت بتحبيه، حباه صغير كبير زي ما انت عايزه. انا بحب الايه الوسط كده، ما يكونش كبير قوي عشان خاطر اللي ياخد واحده وعايز ياخد تاني ياخد، ما يتفضلش ويهدر منه. قطعتهم زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، قطعت معايا على 20 واحده، 20 قطعة من الجلاش الأسفل الرقاق بتاعي. وطبعا هسيبها تريح كمان 10 دقايق قبل ما افرد. انا بدأت بأول واحدة قطعتها، يعني انا بدأت بأول واحدة قطعتها ومسكت المردانة بتاعتي وابتدي افرد كده. انا اول واحدة فردتها من غير اي حاجة خالص واتفردت معايا، بس كانت في الاول بتلزق معايا ايه في النشابة بتاعتي. يعني انت تقدري يعني ايه، لان العجينه بتاعتي فيها نسبه دسم فمش بتلزق معايا. عايزه بقى انا بعد كده بصراحه استخدمت الدقيق ريح معايا، حبيت اجرب اول واحده. لازم متعوده لما بعمل حاجه بحب اجرب في الاول اول واحده قبل ما استخدم اي حاجه خالص، عشان اشوفها مظبوطه او مش مظبوطه او محتاجه ايه معايا. لقيتها طعمها جميل وريحتها كمان جميله، فكملت بقى ايه بقيه الشغل بتاعي. زي ما انتم شايفين رشيت رشه دقيق من فوق ومن تحت، وابتديت فردتها كده على شكل مدور على الحجم اللي انت عايزاه. طبعا انت لو عايزاه يبقى منفوخ معاكي هتخلي ايه في سمك بسيط خالص كده. لو مش فارقه معاكي ممكن عايزاه رفيع خالص اعمليه. طبعا انا استخدمت النشابه، بعد كده استخدمت الفراده العاديه دي البطاطا دي، لقيتها اسهل بصراحه من النشابه معايا، لان الحجم مش كبير فمش محتاج ايه النشابه معايا. فردت زي ما انتم شايفين بالشكل كده. انا بسرع معاكم عشان ما اطولش عليكم. وبعد كده جبت فوطه مطبخ نظيفه وبقيت احط عليها في الاول، يعني اشتغلت نص الكميه فردتها وبعد كده سويت، وبقيت كمان بقيت الكميه بعد كده عملتها. سيبيها تريح معاكي شويه، لان طبعا هي ما فيهاش خميره فمش هتخمر معانا ومش هتاثر معانا. بس اهم حاجه لما تيجي تحطيها حطيت طبقات من تحت، وبعد كده حطيت الفوطه ورجعت حطيت تاني التانيه. طبعا في بقيه الكميه التانيه في الفوطه التانيه هي، وخدتها وابتديت اسوي. سخنت الطاسه بتاعتي كويسه، انا استخدمت طاستين، او عايزه تستخدمي اكتر من كده عشان تخلصي نفسك بسرعه زي ما انت عايزه. الصغير ده انا كنت عاملاه ايه سمكه تخين شويه بسيط كده عن التاني. يعني اهم حاجه في التسويه تحطيها الطاسه بتاعتك تكون سخنه بس مش سخنه قوي، وتحطي واول ما تتشمع تقلبيها على الناحيه التانية. كل ما تتشمع تقلبي، تفضلي تقلبي من الناحيه دي للناحيه دي، وبالاسباتشوله تغطي ضغطه بسيطه خالص كده. شايفين بتطلع فقاعات ازاي، ولونها لحد ما لونها يبتدي يبيض كده ويبقى صافي كده، تعرفي ان هي خلاص داخله على السوا بتاعنا. وبتدي كمان لون التحمير من السمنه اللي احنا حطيناه واللبن اللي احنا حطيناه كمان، بيدي ريحه وطعم جميل جدا ولون كمان حلو قوي. بجد كان ريحتها بجد نفسي ادوقها لكم كلها، والله نفسي ادوقكم كلكم. كان جميل جدا وريحته كان تحفه. شايفين لونه عامل ازاي؟ اضغطي بالاسباتشوله واحده واحده بالراحه كده، هتلاقيه قب معاكي خالص وارتفع معاكي. طبعا هو الرقاق ما بيقبش، بس ايه انا في جزء منه عملته تخين شويه سنه صغيره مش تخين قوي، يعني ايه اقل من نص سنتي قب معايا. والباقي فيه بصراحه ما قبش معايا عادي، بيدي الفقاعات لان الرقاق اصلا ما بيقبش، فاهمين يعني ما بيرتفعش قوي يعني. فابتديت بصي من جميع الجهات، واللي يطلع معاكي تحطيه على فوطه وتغطيه بفوطه تانية. اهم حاجه يكون على فوطه عشان البخار بتاعه اللي بيطلع ما يخليهوش مبلول، وتغطيه بفوطه تانية عشان خاطر ما ينشفش معاكي ويفضل طري معانا. زي ما انتم شايفين حطيتها اتشمعت، قلبت الاتجاه التاني واتشمعت. افضل اقلب على الاتجاهات كلها مرتين هنا ومرتين هنا، ما بتاخدش معاكي اقل من نص دقيقه بتكون الرقاقه معاكي جاهزه. شايفين لونها جميل ازاي؟ اضغطي ضغطه بسيطه كده بالاسباتشوله بتاعتك عشان تبتدي ايه تدي ايه تنفصل كده وتتقب معاكي. شايفين لونها جميل ازاي؟ ضغطه بسيطه قوي، ما تضغطيش جامد، يعني اقلبي كده وكده لحد ما تاخد اللون معاكي وتلاقيه لونها صافي بقى ابيض كده، تعرفي ان هي استوت معاكي. هبتدي اخلص كل كميتي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. والله ما خدت مني نص كيلو، عمل ما شاء الله 20 واحده وما خدش مني وقت اطلاقا. اشتغلت بالطاستين فما خدش معايا وقت. عايزه تشتغلي بثلاثه زي ما انت عايزه، بس انا بحب باتنين عشان اقدر اتحكم ما فيش حاجه تتحرق مني، يبقى اتنين بقدر ايه عليهم كده. ولو حابه تعمليهم في فرن البوتاجاز احمليها، بس انا بستسهل بصراحه ان البوتاجاز من فوق في الطاسه بيكون طري وبيكون جميل كمان معايا. طبعا الناس اللي عندهم الفرن الفلاحي بيبقى جميل جدا معاهم. بجد الوصفه كانت حلوه جدا، ومستنيه تطبيقاتكم وتقولوا لي ايه رايكم في الفيديو بتاع النهارده ووصفه النهارده. بجد جربوها هتعجبكم، سهله جدا وجميله جدا. شيليها بعد ما تخلص وتبرد طبعا معاكي خلصتيها سويها، شيليها في اكياس في الفريزر وطلعيها على السحور رمضان او فطار، بجد جميله جدا. شايفين ما شاء الله قابب معايا خالص ازاي وجميل ازاي.
بجد كان تحفه جدا وجميل جدا. الف هنا على قلبكم. ولو عجبك الفيديو بقى ما تنسينيش في اللايك الجميل بتاعك والشير والكومنت بتاعك الجميل. واشوفكم في فيديوهات تانية واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع امانته في رعايه الله وحفظه حبايبي. مع السلامه.